قصة حقيقية حدثت منذ 70 سنة. يقول صاحب القصة: كنا نربي الأغنام، فإذا كبرت وسمنت نأخذها إلى السوق لبيعها، وكان السوق يبعد كثيرا عن المنطقة التي نسكنها. وفي أحد الأيام احتجت إلى المال، فذهبت لأتفقد الأغنام، فلم أجد سوى خروف واحد يصلح للبيع، فقد كان كبيرا وسمينا، ولولا حاجتي للنقود لما تكبدت عناء الذهاب من أجل خروف واحد. أخذت الخروف وانطلقت في طريقي، وكانت الطريق وعرة. وفي أثناء سيري قابلت رجلا من منطقة أخرى معه عدد من الخرفان، فسألته: إلى أين أنت ذاهب؟ فأجابني: إلى السوق لبيع هذه الخرفان. فقلت له: أنا كذلك متجه إلى السوق. مشينا معا، هو لديه أكثر من 10 خرفان وأنا لدي خروف واحد. وبينما كنا في الطريق رأينا خيمة، فقلت لصاحبي: لنذهب إلى هذه الخيمة ونستريح قليلا. فقال: لا بأس. وعندما وصلنا إلى الخيمة وجدنا أمامها 3 صبية يتضورون جوعا ويبدو عليهم الفقر الشديد. فسألتهم: أين أبوكم؟ فقالوا: ذهب، وأمي ولدت البارحة، ولا يوجد لدينا شيء نأكله. فقلت لصاحبي: ما رأيك أن نذبح خروفا من خرفانك ونطعمه لهم؟ عليك النصف وعلي النصف. فقال: لن أذبح خروفا من خرفاني، إذا أردت فاذبح خروفك. فقلت له: سأذبح خروفي، فلن أترك الأطفال في هذا الحال. ذبحت الخروف وأطعمت الأطفال وأمهم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا وكانوا في غاية السعادة. ثم تعشيت أنا وصاحبي وعلقت ما تبقى من الذبيحة، ثم واصلنا طريقنا. وأثناء سيرنا قلت لصاحبي: لم يعد لي حاجة للذهاب إلى السوق، سأذهب إلى أحد أقاربي الذي يسكن قريبا من هنا. وعندما وصلت إلى قريبي رحب بي وطلبت منه أن يقرضني بعض المال لأشتري حاجيات أولادي. وفي الليل خرجت لقضاء حاجتي وابتعدت عن الخيمة كثيرا. وعندما انتهيت رأيت شيئا أمامي يشبه قطعة جلد، رفعته فإذا هو كيس من القماش وفي داخله قطع ذهبية. أخذته وتذكرت ما صنعته مع الصبية، فشعرت أن الله قد عوضني خيرا مما أنفقت. عدت إلى الخيمة وجلست مع قريبي، وفي الصباح عندما أردت المغادرة أعطاني المال الذي طلبته منه، فقلت له: لم يعد لي به حاجة. ثم أخرجت 5 قطع ذهبية وأعطيتها له، فسألني: ما هذا؟ فأجبته: هذا رزق ساقه الله لي ولك. ذهبت إلى السوق واشتريت حاجيات أولادي، وفي أثناء عودتي قابلت صاحبي وكان حزينا مهموما. سألته: هل بعت الخرفان؟ فأجابني: لا. وأخبرني أنه أثناء سيره هطل مطر غزير وجرت السيول في الوادي، فنجا بنفسه، لكن السيول جرفت جميع خرفانه ولم يبقى منها شيء. إنها المتاجرة مع الله، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن سار جابرا للخواطر أنجاه الله من جوف المخاطر.